السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. لو دي أول زيارة ليك بالقناة رجاء الضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس، وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ شيف شيماء حامد. والنهاردة هنعمل مع بعض الميني بيتزا، هنعملها بعجينة جميلة جدا ونتيجتها في منتهى الجمال. وتعالوا مع بعض نشوف المقادير والمكونات اللي هنستخدمها للبيتزا. المقادير اللي هنستخدمها للبيتزا هنا مقدار 7 كوبايات دقيق ما يعادل كيلو. عندي نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، ملح وخميرة، حوالي 3 معالق خل، حبة البركة دي حسب الرغبة، ومية لازم تكون فترة. اول حاجة هاخد المكونات الجافة مع بعضها، بس الاول بنفرك حبة البركة عشان تطلع الزيوت اللي فيها وطعمها وريحتها يبان. هنحط السكر والخميرة والملح. الخميرة طبعا لو مش مطمنين قوي الخميرة لازم نعمل تيست الاول ونشوف التفاعل، لكن لو بنستخدم نوع كويس خلاص مش لازم نعمل التيست. التيست بيتعمل على ربع كوباية مية دافية ومعلقة سكر، ولو اتفعلت خلاص بنستخدمها على طول. هنقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع الدقيق. هبتدي احط الخل. طبعا الخل هو محسن للدقيق كويس جدا لو ما فيش محسن للدقيق. هحط الزيت وابتدي اضيف المية. المية كويسة جدا احسن من اللبن، بتدي نتيجة ممتازة للبيتزا. المية ملهاش كمية معينة، نشوف لغاية لما تلف معانا البيتزا العجينة. معلش عند ما بتبتدي تلف خلاص مش هنضيف مية تاني. الطريقة دي بتخلي البيتزا ناعمة جدا والعجينة بتاعتها جميلة. بس كده خلاص لمينا كده العجين. هنسيبها بقى تخمر ساعة، وطبعا لازم نغطيها، هي تاخد ساعة بالظبط خمر. خلاص كده العجينة خمرت معانا بعد ساعة. نبتدي بقى كده منها نقطعها طبعا أجزاء. وهنا اللي عندي اللي هنستخدمها للبيتزا، هنا انا جايبه جبنه رومي مع جبنه موتزاريلا وزيتون، وهنا صلصه حط عليها معلقه ملح ومعلقه سكر وملح وفلفل اسود وزيت وفلفل اخضر. ممكن تحطوا بقى اي حاجه انتوا تفضلوها. ممكن تحطوا طماطم، بس انا بصراحه ما بفضلش الطماطم على البيتزا خالص. هنبتدي بقى نفرد العجينه ونشوف هنعمل ايه. رشه دقيق خفيفه كده. نبتدي احط العجين ونفردها. انا هقطعها بمربعات، ممكن نقطعها مدوره عادي. نحاول كده ان احنا نستغل المسافه. العجينه دي جميله جدا البيتزا، وبتخليها هشه خالص.
يفضل زي ما قلت لكم نعجنها بالميه مش باللبن، اللبن بينشفها شويه. خلاص كده هاخد الزيادات، وطبعا الزيادات دي كلها هنستخدمها تاني. هبتدي بقى احطها على الصاج. نسيب مسافات بس بينها وبين كل واحدة والتانية. هنكمل الكمية كلها ونشوف بقى هنوزع ازاي المكونات بتاعتنا عليها. خلاص كده عملتها كلها، بس نحاول نفرد كده بس فيها عشان تاخد المساحة. هجيب بقى الصلصة اول حاجة على كل واحدة كده. اول حاجه طبعا الصلصه. احنا المره دي بقى هنعكس البيتزا الاولانيه، بنحط الجبنه الاول، لا المره دي هنحط الفلفل. نحط فلفل كده قليل، وبنحط بقى الجبنه هي اللي فوق خالص عشان الحاجه على البيتزا صغيره ممكن ما تمسكش، فبنفضل ان احنا نحط الجبنه في الاول خالص، الفاكهه الخضار في الاول خالص، وبعدين بنحط الجبن. نحط بقى كام زيتونية كده. ونبتدي نحط الجبنة عليها. طبعا النهارده انا بعمل بيتزا، الميني بيتزا بمناسبه عيد ميلاد بنتي، فتلاقوني بقى بقول الفاكهه والخضار ومدخله الكلام كله في بعضه، لاني عندي اكتر من حاجه بعملها مع بعض. في حاجات كمان عاملاها بمناسبه عيد الميلاد، عامله الملفيه بالفاكهه، وعامله التورته، وعامله حاجات كتيره جدا هحطها لكم النهارده في القناه في صندوق الوصف. معظم الحاجات بتاعت عيد الميلاد هحطها في صندوق الوصف عشان اللي عايز ياخد طريقة معينة وأفكار لأعياد الميلاد هتعجبكم جدا. هكمل بقى الكمية كلها ونشوف بعد قبل ما نحطها في الفرن عشان أقول لكم درجة الحرارة اللي هنحطها عليها. كده خلاص كملت الحشوة بتاعت البيتزا كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة، ولازم تكون بقالها فترة شغالة عشان تبقى سخنة. هتقعد حوالي 10 دقايق في الفرن وهتطلع على طول، ونشوف بقى بعد ما تطلع هتبقى شكلها عامل ازاي. خلاص كده الميني بيتزا طلعت من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هش جدا وجميلة، بتفضل طرية لفترة طويلة، يعني ممكن نعملها من اول النهار لو احنا عندنا مناسبة، بتفضل لغاية بالليل طرية، والتاني يوم برضو بتفضل طرية معانا. عايزاكم بقى تجربوا طريقة عجينة البيتزا وتقولوا لي رأيكم، ويا رب كده تكون طريقة عجبتكم، وتشوفوا كمان بقية فيديوهات عيد الميلاد وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي، واشوفكم على خير.